ميني بيتزا النهاردة بأنجح وأسهل عجينة مع صوص البيتزا الممتاز وكمان طريقة تفريزها. يعني هخليكي أستاذة فيها. تعال أقولك إزاي عملناها بطريقة بسيطة جدا، وهخليكي كمان كل ما الولاد يطلبوها منك تسحبي الكيس وتعملها لهم على طول. يعني هتعمليها مرة واحدة بس وتفضل موجودة عندك طول الشهر. معايا 4 معالق من السكر. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. زي ما قلتلك 4 معالق من السكر، معلقتين من الخميرة الفورية، وحطيت عليهم كوبايتين من المية الدافية. دوبتهم مع بعض وهسيبهم كده لمدة دقيقة واحدة. بعد كده هحط عليهم نص كوباية من الزيت. هكون محضرة معايا 6 أكواب من الدقيق، يعني بمعدل كيلو دقيق. عليهم كيس من البيكنج باودر، معلقة حلوة كده من الملح علشان خاطر العجينة تبقى طعمها حلو. هقلب بقى العجينة كلها في قلب بعضيها وابدأ اللي انا اعجنها لمدة كده تقريبا هي دقيقة واحدة، لحد ما اخلي الدقيق كله يختفي معايا. طبعا محضرة معايا نص كوباية مية احتياطي، لو حبيت اللي انا ازود منها ازود تدريجيا. انت الاول بس شوفي العجينة بتاعتك هتبقى محتاجة مية ولا لا. يلا بقى منشن وشير للناس اللي بتحب الوصفات السهلة السريعة وكمان الحلو فيها اللي انت ممكن تفرزيها. كده خلاص عجنتها لمدة دقيقة، هسيبها كده لمدة 10 دقايق لحد ما تشوفيها بالشكل دوت كده. وبعد كده هتعجنيها تاني بطريقة بسيطة جدا، هتلاقيها اتعجنت معاكي بكل سهولة. يعني هتوفري عليكي عجن كتير. كده خلاص بعد ما عجنتها العجينة بقت لينة معايا، هجيب طبق واحط فيه كده معلقة واحدة من الزيت، وابدأ ان انا احط العجينة واحط على وشها كيس بلاستيك واغطيها بفوطة تقريبا كده لمدة ربع ساعة، وهتلاقيها خمرت معاكي. تعالي نعمل صوص البيتزا او صلصة البيتزا اللي احنا على طول بنبقى مستصعبينها. هقولك النهاردة تعمليها ازاي وتحفظيها في التلاجة في الفريزر كمان. اول حاجه معايا 4 حبات من الطماطم، حطيت عليهم نص كوبايه كده من الميه ورفعتهم على النار، مع طبعا اللي انت تفتحيها كده علامه الزائد من تحت. رفعتهم على النار لحد ما استوت معايا، شلت القشره بكل سهوله. حطيتهم في الكبه او في الخلاط معاهم بصلايه صغيره، معاهم فص ثوم، 3 معالق من الخل، ملح، فلفل اسود، شويه من السكر، شويه من البابريكا، وطبعا ما تنسيش الزعتر اللي هيديها طعم حلو قوي. تنسيش الخل كمان. هرفعها على النار كمان، هتاخد غلوتين 3 وبس كده خلاص. لو حابة تزودي ليها معلقة واحدة من صلصة الطماطم المعلبة، لو حاسة ان الطماطم بتاعتك ديت لونها صفرة شوية، مفيش مشاكل خالص. هنا بقى العجينة بعد ما خمرت معايا قد ايه ارتاحت، وكمان ادتني نتيجة ممتازة. هبدأ ان انا افردها بتقريبا كده 1 سنتي، وابدأ اجيب بقى اي قطاعة متوفرة عندي. القطاعة ديت شكل دايرة. طبعا انت تقدري تستخدمي طبق او كوباية لو مش متوفر عندك القطاعة دي. هنقطعها بالشكل دوت كده وده المطلوب. هجيب بقى صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت واحط فيها كل الميني اللي انا عملته. كل البيتزا اللي انا عملتها بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله. بصي طلعت لي كمية قد ايه. دي الصينية اللي انا هدخلها الفرن وهفرزها في الفريزر على نفس الشكل دوت. هجيب بقى شوكة وابدأ اللي انا اخرمها كده بالشكل دوت. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وطبعا هكون مشغلة الفرن من قبليها ب10 دقايق، وهسيبها لمدة 3 دقايق بس. ده لو انت عايزة تفرزيها تمام كده 3 دقايق، وتكوني متابعاها. ممكن يبقى دقيقتين لو الفرن عندك حامي شوية. بس اهم حاجة ما تاخدش لون من تحت، هي يا دوب تاخد نص سوا بس. تعالي بقى نعمل مع بعض بقى البيتزا، وديت بقى ايه ليكي حرية الاختيار فيها. يعني اللي فوق الوش ده بتاعك انت عايزاه بقى بالفراخ، باللحمة، بالمصنعات زي السوسيس او البسطرمة او اللانشون اللي انت عايزاه. حطيت عليها بقى هنا طبعا الصلصة، وبعد كده حطيت شوية من السوسيس، شوية من الفلفل، شوية من الزيتون، وطبعا الجبنة الموتزاريلا اخر حاجة خالص. اهم حاجة عشان الجبنة تمط معاكي على البيتزا لازم تطلعيها من الفريزر من قبليها بشوية، يعني تكون فكة معاكي خالص وانتي بتحطيها. هخلص بقى الكمية كلها وهدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني من غير شواية ومن غير اي حاجة، هتلاقيها استوت معاكي وبقيت تمام. عايزة اقولك كمان اللي انتي تقدري تفرزيها وهي محطوطة على وشها الخضار او الحاجات اللي انتي هتحطيها.
هنا كانت خلاص ديت بردت معايا، هفرزها بقى في الاكياس بالشكل دوت كده. قد ايه بتبقى سهله قوي لو انتي روحه مثلا ولاد عندهم تمرينه وعايزه لهم حاجه سريعه وسهله كده. بتطلعي الكيس وتروحي حاطه عليه شويه الحاجات وتدخليها الفرن، ما بتكملش 5 دقايق وبتلاقيها تمام معاكي. طبعا تنفع في المصايف، تنفع في اللانش بوكس زي ما انت عايزه. تقدري كمان زي ما قلتلك تفرزيها زي ما هي كده مستويه وعليها كل حاجه، يا دوب تخرجيها من الفريزر تحطيها في الميكروويف لمده دقيقتين وهتلاقيها بقت معاكي تمام. ده شكلها في النهايه لسه خارجه من الفرن. كيلو دي عمل لي كميه كبيره، كل الكميه دي كلها طبعا مع اضافه اللي انا فرزته كمان. يلا بقى جربيها وادعيلي، عجينه مظبوطه سهله. لو اول مره تعمليها صدقيني هتنجح معاكي.